السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ وفاء. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الوصفه ديال اليوم عباره عن ديك خيب مالحين بواحد الحشوه معلكه بنينه ما تشبعوش منها. ضروري خصكم تجربوها باش تعرفوا علاش راني نهضر. وغادي نشارككم ايضا واحد العجينه ديال لي خيب اللي ناجحه 100% اقتصاديه، وكنضيفوا لها واحد المكون في التالي اللي كيعطيها واحد الخفه واحد الهشاشه. بقوا معايا تالي باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كنديروها هي كنوجدوا العجينه ديال لي كريب. غادي نحتاجوا فيها واحد 2 بيضات، نص معلقه صغيره ديال الملح، كنسموهم شويه ديال الزعتر مصهد ومطحون غبره، وواحد معلقه صغيره ديال العسل. هاد العسل ممكن تعوضوه بواحد نص معلقه صغيره ديال السكر. كنضيفوا واحد نص يوطر ديال الماء وكنطحنوا كلشي مزيان بالميكسور اولا بالطحان الكهربائي. ملي كيتجانسوا لنا المكونات مزيان كنضيفوا واحد 30 غرام ديال الزبده، وكنوليو نطحنوا كلشي مزيان حتى ديك الزبده ما تبقاش تبان. عاد كنبقاو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. انا في نص يوطرو ديال الماء كفاتني 250 غرام ديال الدقيق. هادو هما لي كريب ديالنا، خصهم يكونوا في هذا القوام. الخليط خصو يكون ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل. كنغطيوهم وكنخليوهم في جنب حتى واحد نص ساعه ونص حتى 2 سوايع. لي كريب شحال ما ارتاحوا شحال ما مزيان. هاد العجينه كتجي ناجحه 100%. ودابا غادي ندوزو باش نوجدوا الحشوه. غادي نحتاج واحد الزلافه ديال البصله خضاريه، واحد الضريس ديال الثوم، واحد شويه ديال صدر الدجاج، وشويه ديال الملح وبزار. ناخذ واحد المقله كنديروا فيها شويه ديال زيت الزيتون وزيت المائده، كنحكوا واحد الضريس ديال الثوم، كنضيفوا ديك البصله وكنديروا الملح وبزار، وكنديو كلشي فوق البوطه باش يتشحر. كتبدي البصله ديالنا الدبال على هذا الشكل. كنضيفوا داك صدر الدجاج، كنبقاو نحركوا المقله ديالنا مره ما كنغطيوهاش باش هذاك الدجاج ما يطلقش الماء ديالو. كيجي فتي وهشيش. هنايا هي المقله ديالنا واجده، كتوقف الزويته ديالها وتعلك. هذه هي العجينه ديالنا ديال لي كريب. بعد ما ارتاحت كنضيفوا لها واحد راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه. هذا المكون هذا كيعطيها واحد الخفه وواحد الهشاشه، ما كتحسوش نهائيا بالمضغه ديال العجينه فمكم، كيجي خفيف بزاف. كنفوتوا مباشره باش نطيبوا الكريب ديالنا. هنايا كنجيب واحد المقله اللي تكون ما كتلصقش، كنديروها فوق البطاط السخون مزيان. عاد كنديروا العجينه ديالنا كما راه موضح في الفيديو. استمروا في العمليه حتى كنكملوا ديك الكميه كامله. اضافه عندي هنا شويه ديال لدان فيمي مقطع، واحد شويه ديال الفرماج احمر وموزاريلا مخلطين، وهذه هي الحشوه اللي وجدنا جميع البصله والدجاج. كنضيف عليها شويه صوص بيشاميل. بالنسبه لاصوص بيشاميل راني ديجا شاركتها معكم في القناه، غادي نخلي لكم اللين ديال الفيديو في صندوق الوصف. كنضيفوا ايضا واحد شويه ديال لدان فيمي، كنحركو مزيان. كنحركو حنا عيننا ميزاننا، باننا مازال خصها شويه ديال لاصوص كنزيدوها. كنحركو حتى كنتحصلوا على هذا القوام هذا. وبهذا الشكل كنعمروا لي كريب ديالنا على شكل دي سيغار. نتوما حرين، ممكن تعمروهم باي طريقه بغيتو. ستفوهم في واحد اللاطه ديال الزاج اللي كتدخل الفران. بعد ما كنكملوا الكميه كامله كنضيفوا لاصوص بيشاميل من الفوق. كنحاولوا نوزعوها مزيان وكنضيف واحد الرشيشه ديال دان فيمي اختياريه، غير كغابيل بلي راه عندنا لدان فيمي لداخل.
وكنضيفو الفرماج من الفوق. كندخلو اللاطه ديالنا للفران حتى كتغراتينا مزيان مزيان على هذا الشكل، وكنقدموها بالصحه والراحه. وكيكون هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. الوصفه تجربوها وحتى هي تعجبكم. تبقاو على خير.